السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك في قناة مؤنسات، القناة اللي كتونسك وكتعاونك وتوريك الطريق اللي ممكن أنها تغير ليك حياتك. هي القناة اللي كتقول لك بأن الله سبحانه وتعالى ما باغيش منا الكمال، ولكن بغانا أننا نجاهدوا بالأنفس ديالنا. هي القناة اللي كتوريك وكتعلمك أنك واخا تخطأ دائما كاينه فرصة للإصلاح. الموضوع ديالنا اليوم هو موضوع قريب لكل واحد منا، غير قليل اللي عارف يوصل ليه. احنا كنا عارفين بأنه كيجيو لحظات في الحياة كتوصل لواحد القمة ديال العيا، كتعيا من التفكير، من القلق، انك تتبع واحد الحاجة ما بغاتش تبان، انك هاز فوق كتافك واحد الثقل اللي انت ما بقيتيش قادر عليه. كتحس براسك غارق، وكل ما كتحاول تتحكم اكثر كل ما كتعيا اكثر، حتى كتكتشف واحد السر اللي عظيم. هو سر بسيط لكنه يقدر يبدل لك حياتك كامله. وافوض امري الى الله، جمله قصيره ياك، ولكن فيها واحد الراحه اللي ما كيلقاهاش الانسان حتى في الدنيا كامله. هذا الفيديو هذا ماشي غير كلام دين، هذا الفيديو هذا رساله لكل قلب عيا، لكل شخص كيبكي بوحدو، لكل شخص حاسس بالضغط والخوف والانتظار. اليوم غادي نهضروا على القوة الحقيقية ديال التفويض والتسليم لله عز وجل، كيفاش تسلم قلبك لله سبحانه وتعالى، وكيفاش حياتك كتبدا تبدل من الداخل قبل من الخارج. اول حاجه خصنا نعرفوا هو علاش الانسان كيعيا. الانسان بالطبيعه ديالو باغي يتحكم في كل شيء، باغي يعرف المستقبل، باغي يضمن النتائج، باغي الناس كيف بغاهم هو. ولكن الحياه عمرها كانت مضمونه. كتلقى الانسان كيسهر الليل بالتفكير شنو غيوقع، واش غنجح، واش الشخص اللي كنبغي غادي يبقى معايا، واش غادي تحل هذا المشكل. وهذا التفكير المستمر راه كياكل من الروح ديالك وكياكل من الطاقه ديالك، وكتولي حاضر بالجسد ديالك ولكن عقلك في حرب ما كتساليش. والمؤلم اكثر انك كتبقى تجري وراء السيطره، باغي تسيطر على كل شيء وباغي تكونترول كل شيء وباغي كل حاجه تكون كيف ما بغيتي انت. ولكن الحقيقه الوحيده اللي خصك تعرف ان حتى حاجه ما بيديك. وهنا كيجي اجمل درس اللي هو الله ما طلبش منك تتحكم في الدنيا، الله طلب منك فقط انك تسعى وتتوكل عليه، والباقي على الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه اللي خصنا نعرفه هو شنو المعنى ديال افوض امري الى الله. شنو كتعني افوض امري الى الله؟ التفويض هنا ماشي ضعف، ماشي استسلام. التفويض هو قوه. المعنى ديالها هو ندير اللي عليا والنتيجه بيد الله سبحانه وتعالى. المعنى هو انني نحب ولكن ما نتعلقش بالبشر اكثر من اللازم، نسعى ونخدم ولكن ما نعبدش النتائج وتكون هذيك النتيجه هي المحور ديال الكون ديالي. نخطط ولكن نبقى مؤمن ان التدبير الله هو الافضل، لان الانسان دائما محدود لكن الله يرى كل شيء. احيانا كتكون متشبت بالحاجه وفي الحقيقه ملي كتوصل ليها كتلقاها بانها غير غتدمرك، وبعض المرات كنتقلقوا ملي كيتسد في وجهنا الباب، ولكن الله سبحانه وتعالى كان كيحميك من واحد الضرر اللي انت ما عارفوش. فالتفويض الحقيقي هو انك تقول بقلبك قبل لسانك يا ربي انا ما عارفش الخير فين كاين، ولكن انا كنثق فيك. ولكن عاوتاني ما تبقاش مربع يديك وتسنى الحاجه تجي لعندك. هنا الفرق ما بين التواكل والتوكل على الله.
انك باغي تنجح في واحد الامتحان، غادي نقرا وغادي نسهر وغنضرب تماره باش ننجح. النتيجه ديال النجاح غنخليها بيد الله سبحانه وتعالى. ماشي غنبقى مربع يدي ما نقرا ما حتى شي حاجه ونتسنى انني ننجح، هادشي راه مستحيل. ولا مثلا فاش كيكون شي واحد اللي ناخذ جوج ديال الاشخاص، واحد تيعرف يعوم واحد ما تيعرفش يعوم، غيتلاحوا بجوج في البحر، بجوج بهم ثقه في الله عز وجل، ولكن واحد تيعرف يعوم ودار مجهود باش انه ينقذ راسو، والاخر سلم راسو في البحر وغادي زعما ان الله غادي يجبدو ولا غادي يعتقو. لا، الدنيا ما كتمشيش بهكا. الله سبحانه وتعالى قالك دير السبب، دير المجهود ديالك وخلي عليا النتيجه انايا. دابا غادي نهضروا على قصه سيدنا موسى والمعنى ديال التفويض. من اعظم اللحظات اللي تعلمنا التفويض هي لحظه سيدنا موسى عليه السلام امام البحر، وراه كان فرعون والجيش كامل وقدامه كان البحر. كاع الاسباب كتقول بلي هذه هي النهايه ديال موسى عليه السلام. حتى الناس اللي معاه كانوا كيقولوا اننا لمدركون، لكن سيدنا موسى قال كلمه عظيمه: كلا ان معي ربي سيهدين. شوفوا الثقه، شوفوا اليقين سبحانه وتعالى. ما كاينش شيء في الحل، لكن عارف ان الله سبحانه وتعالى معاه. وفعلا البحر انشق. فهنا الله سبحانه وتعالى قال لموسى انه يضرب بالعصا ديالو في البحر باش انه ينشق. يعني حتى في هذا الموقف خاص ضروري سبب من عند العبد. يعني راه الله سبحانه وتعالى ما غالبوش انه يشق البحر في لحظه، لا، ولكن امر انه موسى يضرب بالعصا ديالو باش يتشق. يعني خاص ضروري واحد الفعل يجي من عندك، واحد السبب، واحد المجهود، خاصك تسعى، خاصك دير السبب، والكمال على الله عز وجل. هاد القصة كتقول لنا كاينين لحظات في حياتنا غادي تحس فيها ان كل الابواب كتسد، ولكن الله قادر يفتح الطريق وسط البحر. الحاجة الثانية اللي خصنا، او عفوا الحاجة الرابعة اللي خصنا نهضروا عليها، هو علاش التفويض والتسليم لله عز وجل كيجيب لنا الراحة النفسية. حيت هنا قلبك ما كيبقاش هاز الهم، ما كيبقاش هاز الحمل بوحدو. انت انسان ماشي آلة للتحكم في الأقدار. التفويض كيخليك تنعس مرتاح، كدير اللي عليك وكتقول يا ربي الباقي عليك. وهنا كتبدا المعجزات الصغيرة. القلق كينقص، الخوف كيهدى، التفكير الزايد كيخف. ماشي لان المشاكل، راه المشاكل ما سالاتش، راه باقا، ولكن ما بقيتيش انت بوحدك اللي هزها. النقطة الخامسة: كيفاش نفوض الأمر ديال الله عز وجل. أول حاجة الدعاء. هضر مع الله بصدق، ما تحتاج كلمات معقدة. هضر مع الله سبحانه وتعالى كأنه حداك، هضر معاه، ولكن بطبيعة الحال هضر بالأدب، ماشي أي شخص كنهضروا معاه. قولوا يا ربي راني عييت، راه واقع لي كذا وكذا، يا ربي دبر هاديا، يا ربي اختار لي الخير. الله راه كيسمع القلب ديالك قبل الصوت ديالك. خاصك تعرف هاد القضية، ان الله سبحانه وتعالى عارف الآلام ديالك. وخاصك توقف الافراط في التفكير، ماشي كل فكره خاصك تحللها، بعض الامور خاصك تخليها الله عز وجل. وثيق ان التاخير ماشي رفض، احيانا الله كيأخر الحاجه لانها مازال ما جات الوقت المناسب، وانت مازال ما جاهزت باش انك تستقبل هذيك الحاجه. وممكن يكون اختبار من الله عز وجل يختبر الصبر ديالك. خاصك تقبل ان بعض الابواب خاصها تسد، ماشي كل خسارة عقاب، احيانا النجاة كتجي على شكل فقدان. اللي بغيت نقول لك، كاين واحد السلام داخلي ما كيجيش لا بالفلوس لا بالناس لا بالهروب، كيجي فقط مني كتقول يا ربي انا بين يديك. وفاش الانسان كيفوض الامر ديالو بصدق كيولي عنده يقين غريب. حتى لو تاخر الفرج غادي يجي، حتى لو ضاعت الاشياء الله غيعوضك، حتى لو انكسر القلب ديالك الله غيجبره. يمكن اليوم انت كتشوف هذا الفيديو وقلبك عامر بالخوف والعيا والانتظار، ولكن بغيتك تعرف واحد الحاجة، ان الله ما نساكش ولو مرة نساك،
ويمكن كل اللي خاصك دابا دير هو أنك توقّف الحرب اللي لداخل ديالك، وترفع قلبك لله وتقول: "وأفوّض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد." وخلّي الله يدبّرها بطريقة ما كنتيش كتخيلها أبدًا. جمعة مباركة ونهاركم مبروك.